ازيكم عاملين ايه؟ فيديو جديد ان شاء الله. لو اول مرة تشوف القناة، انا اسمي سوسنة. لايك وشير وسبسكرايب. يلا نبدأ الفيديو. هنعمل كده حاجة حلوة ان شاء الله تعجبكم على طريقة الشيف عمر. ادي كده ده بتاع الجبنة. الشماعة دي معلش اتحرقت شوية، نفتح مع بعض. شوف شايفين جبنة سايحة، الله. ندوق بقدونس والكمون الاسود اللي يدي طعم حلو. وده الفاهيتا كده اهو، شايفين. ادي كده المحتويات بتاعتنا. عايزين بيضتين، عايزين 2 كوباية دقيق، عايزين 4 ملاعق او ربع كوباية من الزيت. انا عديتهم طلعوا 4 ملاعق وعايزين 2 كوباية لبن. الكوباية اللي هتستعمليها في اللبن تستعمليها في الدقيق، تمام؟ يعني لو هتستعملي مج استعملي لي الاتنين، فكمية الدقيق نفس كمية اللبن. ممكن تحطي كوباية لبن وكوباية مية للناس اللي ما بتستحملش لبن. وهنا معانا دي ملعقة صغيرة من السكر، ونص ملعقة ملح، وملعقة صغيرة خل. تمام، دي المحتويات اللي عايزينها عشان نعمل الكريب بتاعنا. خليكي معايا ما تروحيش اي حتة. هنحط البيضتين هنضربهم، هنحط الخل، هنحط الملح، هنحط السكر، هنحط اللبن 2 كوباية زي ما قلت لك. البانكيك ما بيحتاج نضربه كتير. يلا اضربي سيلي. نحط الزيت، هنحط الدقيق. ادي كده زي ما شايفه ادي القوام بتاعنا. انا هجيب مصفى وجب هصفيه عشان في حاجات كده عامله زي ما شايفه، فهنصفيه عشان لما نعمل البانكيك بتاعنا يطلع حلو. ادي كده هنصفي. ادي كده زي ما شايفه مفيش ولا حاجه مكلكعه، عشان لما نيجي نعمل يبقى حلو. شايفه القوام اهو، سيلينا بتوريكم. فهنريح العجينه دي يعني 15 ل 20 دقيقه كده، او 10 دقائق لو مستعجله. كده نشوف هنعمل ايه. ادي كده جبتها طوة تمام. بعد ما الكريب تاح معانا خلاص هنحط شويه زيت، مش كتير، ممكن بالفرشه بس ندهن. والنار مش عاليه خالص، يعني متوسطه. منديل ونمسح. وعايزين قماشه تكون نظيفة نحط فيها الكريب. اوكي، نسخن كده معانا شوية. وانا جبت القماش هحط عليها الكريب واغطي عشان ايه ما ينشفش معانا. وهنشوف الحشوات. انا هعمل فراخ فاهيتا، وهعمل ميكس من الجبن، فانتي على راحتك الحشو. ادي كده هنحط. انا مسحت الزيت زي ما شايفة. ادي كده مش هنقلب، هو براح هيطلع معانا. شايفة ابتدى ينشف. شايفة هنا، شوف كده، شايفة ابتدى ايه لوحده يعمل. شايفة كده طلعت معانا ها. نطلع القماشة النظيفة، مش هتاخد وقت معانا. اعمل الكمية دي كلها كده زي ما شايفة كده. احط هنا القماشة تمام عشان ايه ما ينشفش. وكل واحدة نعمل كده. يلا نشوف هنا تاني. معاكم واحدة تاني وخلاص. ما شايفة كده خلصت الكريب كله. معايا دي جريل، او تجيبي طاسة المتاح. حط شوية سمنة او زبدة. انا ما عنديش زبدة، هحط شوية سمنة حلوين. خليها كده تسخن كويس عشان لما نحط الفراخ ايه ما يطلعش المية بتاعته. ادي كده السمنة انا غسلته طبعا. انا جايبة البهارات بتاعت الفاهيتا الجاهزة. انا دقتها فيها ملح، وهي فيها اصلا بهارات، فهي بتيجي كده جاهزة. فانا هحط شوية من عندي فلفل اسود، هي سبايسي الفاهيتا البهارات بتاعتها. وانا قطعت فلفل رومي احمر واصفر، ما لقيتش اخضر. لو لقيتي اخضر يا سلام حطي برضه. فاحط شوية فلفل اسود، واحط شوية 7 بهارات. هي مش محتاجة بس يعني انا دي زيادة من عندي. الفراخ بتاعتي دي نص كيلو، والباك دي 29 جرام. وانا جهزت الميكس بتاع الجبن. حطيت جبنة فتا وموزاريلا، وحطيت حبة البركة شوية وبقدونس. لو عندك فلفل اخضر ممكن تحطي اصفر برضو، بس انا قلت اجربها بالبقدونس. هذه كده الفراخ طابت. هنحط الفلفل. هذه كده معايا خلصت خلاص الفاهيتا. يلا عشان نعمل بعد كده نحشي. هذه كده التورتيلا بتاعتنا جاهزة. الكريب قصدي، سوري. حطي مايونيز، حطي اي حاجة تحبيها. نحط شوية مايونيز. 8 كريبات. هنا هحط جبنة
الطريقة دي حلوة. وعايزة اقول لك لما تيجي تعملي تحطي الكريب في الطاوة، اقول لك خليها تبرد وبعد كده حطي العجنة بتاعتك، لان لما اول ما تحطيها بتروح تشمع على طول. فانتي ممكن تعملي ايه، خليها تبرد شوية وبعد كده حطيها. يعني انا مسكت الطاوة بتاعتي وقعدت انفخها في الهواء وبعد كده حطيت لان اول ما بتحطي بيشمع على طول. هذا كده هنحمره ويشمعه من تحت. انا حطيت سمنة، ما عنديش زبدة، سيح كده شوية. وممكن لو مش عايزة تعملي الكمية كلها بتاعت الكريب ممكن تعمليه يعني تطيبيه وبعد كده تعملي ايه، تحطيه في الفريزر. حلو الكلام. هنحطه بالناحية دي واعملي الاشكال اللي انتي عايزاها. يوم ان شاء الله كده نعمله من دون بيض، نجرب من دون بيض غني بالمايونيز ده كان الفيديو بتاعنا. اتمنى لو الوصفة عجبتك لايك وشير وسبسكرايب لغاية لما نلتقي في فيديو جديد ان شاء الله.